اخرج من القناه حالا، انت جاي عندنا غلط. اجري يا مجدي. نجري بقى ايه، نحاول نلف ميلان في يوم واحد، حاجه صعبه جدا. بسرعه حضرتك وفي مستقبل بيضيع. انا مت موتات احلى من دي بكتير، فندي بقى وبرادا وديور وكل حاجه وده ما يفعله فيك الطيران الاقتصادي لما امك تعمل لك امستردام في البيت. واوعى تغلط غلطتي كده اللي يحصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. هي اللي جابت المافيا للعالم. اشهر لوحه مش قد كده وصحتي ما عادتش تجيب، ده اختراع بجد. يا رب اكون بقولها صح. من عاصمة الموضة والأزياء ميلان، كورة والموضة والتاريخ بيجتمعوا في مدينة واحدة. هنا في ميلان بدأ زحف موسوليني إلى العاصمة روما، وهنا تعادم موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية برضه في ميلان، وتعلق جثته هو وعشيقته هنا في واحد من ميادين ميلان، تاني أكبر مدينة في إيطاليا والعاصمة الاقتصادية لإيطاليا وعاصمة الشمال أو منطقة لومباردي. ميلان كمان يا جماعة يعني لعشاق كرة القدم ديربي الغضب. انتر ميلان واي سي ميلان أشهر فريقين في إيطاليا، والاثنين بيلعبوا على نفس الملعب، ملعب السان سيرو هو الجوزيبي مياتزا. لما بيلعب عليه انتر بيبقى جوزيبي مياتزا، ولما بيلعب عليه ميلان بيبقى سان سيرو، عشان الفريقين ما بيطقوش بعض وعندهم نفس الملعب. فهل كنت تعرف هذه المعلومه؟ وقول لنا في الكومنتات هل انت انتريستا ولا انت ميلانيستا، ومن غير ما نضرب بعض ولا نقطع بعض في الكومنتات. دول اكتر جمهورين بص بيبهدلوا بعض. وهل جيت سان سيرو قبل كده؟ ولو عندك فرصه تيجي تحضر ماتش، تحب تحضر ماتش ايه؟ هل الديربي ولا ماتش تاني؟ وانا اتمنى احضر ماتش الميلان، وهنشوف السنه دي انتر ميلان يمكن يكسب دوري الابطال اعطيله 5 وترجع لاوروبا قوتها في كرة القدم مرة أخرى. صباح الخير، نبدأ رحلة جديدة. هنروح في الرحلة دي أغلى بلد في العالم وأغنى بلد في العالم الاتنين، مع إن دي قناة اقتصادي يعني. في الأول هنعدي على ميلان، هقعد فيها يوم واحد. وصلت الساعة 2 الفجر المطار بتاع مالبنسا، وميلان لها 3 مطارات، مالبنسا وبرجامو ولينت. ولينت ده في وسط البلد، مالبنسا وبرجامو على بعد ساعة لهم مواصلات. فوصلت الساعة 2 من مطار سفنكس، وأول أتوبيس بيجي البلد أو أول قطر بيجي بقى ميلان كان الساعة 6. ف4 ساعات بتنام في المطار، وده ما يفعله فيك الطيران الاقتصادي. وده الهوستل، ومينينجير ده واحد من التشينز بتاعت الهوستلز المشهورة في العالم كله، وأنا حجزت فيه هنا. بس السيتي تاكس في ميلان بقت ب3.5 يورو، ودي بقت اعلى سيتي تاكس انا دفعتها. يعني قبل كده لو شفتوا في الرحله اللي فاتت قلنا دوبروفينيك كانت غاليه جدا 2.9، هنا بقت 3.5. وانا جيت ميلان قبل كده 3 مرات ما كانتش الرقم ده بصراحه. فواضح ان السيتي تاكس زادت، وهي قالت لي كمان في فينيس زادت اكتر، بقت 5 يورو السيتي تاكس اللي هي الضريبه اللي بتدفعها في الليله الواحده. فمتخيل الهوستل ده الليله ب$45، وعشان تحط شنطك عندهم لحد ميعاد التشيك ان بيدفعوك فلوس عن طريق ابلكيشن اسمه باونس، كنا اتكلمنا عليه قبل كده. فبتدفع تقريبا على الشنطه 8 يورو، ف 45 يورو، وبعدين 8 يورو عشان الشنطه، وبعدين 3.5 سيتي تاكس كمان دفعناهم في ميلان. يلا نبتدي رحلتنا نشوف هنعمل ايه في ميلان. طيب عشان تيجي من مطار مالبنسا للسيتي سنتر في ميلان، ولو انت طيرانك اقتصادي اكيد هتيجي على مطار يا مالبنسا يا برجامو. ففي كذا طريقه. اول طريقه التاكسي، والتاكسي ب150 يورو. ولو انت بتكونسيدر التاكسي باي شكل من الاشكال فدي القناه الغلط، انت هنا مش صح خالص. دي اخرج من القناه حالا، دي قناه المسافرين الشحاتين، فاكيد مش هنركب تاكسيات، انت جاي عندنا غلط. او اوبشن رقم 2 انت بتركب القطر، والقطر ب13 يورو الوان واي، او بتركب باص، والباص بتشغله شركات خاصه. واحسن واحده فيهم او ارخص واحده فيهم اسمها تيرا فيجن، وتيرا فيجن معروفه هنا. ولو حجزت وان واي بتبقى ب10 يورو، راوند تريب بتبقى ب16 يورو. فاحسن لك لو انت جاي على نفس المطار وماشي من على نفس المطار تحجز راوند تريب ب16 يورو، تبقى انت كده وفرت 4 يورو. فيلا نروح نفطر ونشوف هنعمل ايه في يومنا في ميلان بكره ان شاء الله. رايح البلد رقم 45، اغنى بلد في العالم
واصغر بلد في العالم. فتابعوا الفيديوهات وشيروا لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وفولو على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك عشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. ده الفطار بتاعنا. جيت هنا كافيه اسمه مون كافيه جنب الهوستل، وواحد كرواسون واحد كابتشينو. واوعى تغلط غلطتي لا يحصل لك زي اللي حصل على الشاكور. ما تخشش في ايطاليا اي حته تقول لهم عايز لاتيه. في فينيس الراجل قلت له عايز لاتيه، قال لي عايز لاتيه بس، قلت له اه، راح جاب لي لبن سخن. قال لك معلش انت ما قلتش كافيه لاتيه، انت قلت لاتيه. فاقول كابتشينو بقى واحد نفسك او قول كافيه لاتيه عشان الناس هنا يعني بتغلس. طيب نجري بقى ايه، نحاول نلف ميلان في يوم واحد، حاجه صعبه جدا. المواصلات هنا جبت كارت المواصلات المترو والاتوبيس وكده، الاتجاه الواحد او رحله لمده 90 دقيقه ب 2.2 يورو، او الكارت ده مده 24 ساعه ب 7.6 يورو، او ممكن في يومين وثلاثه على حسب بقى رحلتك انت. شوف الدنيا تمشي معاك ازاي، رايح مشوار واحد رايح مشوارين هتلف طول اليوم، يبقى الكارت ايه اوفر لك. اللي ورانا ده جاليريا فيتورو عمانويل ده سكند او فيكتور عمانويل الثاني، وده الملك اللي وحد ايطاليا، كان حاكم سردينيا، وسردينيا دي جزيره في البحر تحت ايطاليا. عندنا 3 جزر، سردينيا وكورسيكا وصقليه، كل واحده فيهم عملت مصيبه. سردينيا هي اللي جابت الملك اللي وحد ايطاليا كلها، كورسيكا هي اللي جابت لنا نابليون الله يجحمه مطرح ما راح، وصقليه هي اللي جابت المافيا للعالم. جاليريا اقدم شوبينج مول في ايطاليا كلها، ومبني من القرن ال19، تحفه، اي حد بيجي هنا لازم يتفرج عليه. الميدان اللي في مدخل الجاليريا هنلاقي التمثال المشهور جدا بتاع ليوناردو دافنشي، الناس كلها بتيجي تتصور هنا. وطبعا اشهر فنان ايطالي في عصر النهضه هو ليوناردو دافنشي، واللوحه بتاعته المشهوره العشاء الاخير موجوده في كنيسه اسمها سانتا ماريا دي جريزي، والكنيسه دي الدخول ب 15 يورو عشان تشوف اشهر لوحه في العالم الغربي اللي هي لوحه العشاء الاخير. ولازم تحجز بس من قبلها بكتير قوي. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده، فطبعا ما لحقتش احجز، ودي ثالث مره اجي ميلان وما كنتش بالي الموضوع ده. فلو انت جاي ميلان لازم تحجز ان انت تروح تشوف لوحه العشاء الاخير، لازم تحجز من قبلها بشهرين 3 مثلا، فاهم؟ لان دي اكتر حاجه عليها اقبال. 3 حاجات تتعمل في ميلان: جاليريا ولوحه العشاء الاخير، ورقم 3 هنشوفها. كمل الفيديو للاخر عشان تعرف ايه ثالث حاجه تشوفها. زي ما انتم شايفين فوقيه الجاليريا طبعا هي اشهر حاجه في ميلان، وهي اقدم شوبينج مول من القرن ال19، 4 ادوار، والسقف بتاعها ازاز في حديد. مكان تحفه، وفي قصه جوه عند التور اللي معمول في الارض بالفسيفساء، له قصه واسطوره هنا في ميلان مشهوره. تعالوا نروح هناك ونحكيها. بس المكان جامد جدا، وطبعا في اغلى بقى براندات بقى، اوبا بقى، فيندي بقى وبرادا وديور وكل حاجه. طول ما انت ماشي بص اغلى المحلات في هذا المكان الجاليريا. وزي ما انتم شايفين السقف فوقيه ايه مفتوح، فبيدخل ضوء، وفي نفس الوقت في الشتاء بيحمي الناس من الشتاء، ففكرته جامده جدا. اقدم شوبينج مول في ايطاليا كلها، وطبعا اشهر حاجه في ميلان هو دي. مكان رائع رائع رائع. انا جيت ميلان 3 مرات، كل مره كنت بروح مكان تاني. ليه؟ لان ميلان في سنتر ان انت تروح حتت كتير حلوه. من هنا تروح فينيس بالقطر، تروح موناكو بالقطر، تروح كومو بالقطر، تروح لوجانو في سويسرا بالقطر. فغالبا مش هيبقى عندك وقت تمشي في ميلان وهي ما فيهاش غير مكانين 3 تروح. فانا المرتين اللي جيت فيهم، مره رحت كومو ومره رحت فينيس، فما لحقتش اصلا اشوف اي حاجه في ميلان. ولكن تستحق ان انت تديها يوم تتفرج على الاماكن اللي فيها حلوه. برضو من اشهر لوحات الفسيفساء هنا اللوحه دي اللي هي عن اصل روما وايطاليا كلها. عارف ايه روما؟ الذئاب، لان الاخوين رومولوس لقيتهم ذئبه وهي اللي ردعتهم طبقا للاسطوره طبعا، وان هم اللي عملوا مدينه روما. شايفين الناس وراها بتعمل ايه؟ خش عليا كل الناس ايه بتلف كده، شايف؟ واحد واحد بياخد دور يلف، يحط كعبه هنا ويلف.
ده اشهر مكان في ميلان واشهر مكان في الجاليريه. رسمه الطور اللي بالفسيفساء اللي على الارض دي، كل الناس بتيجي لان الاسطوره بتقول ان انت لو حطيت كعبك في النص بين رجلين الطور في المكان الحساس ولفيت 3 لفات فده هيجي لك الحظ وهتيجي ميلان مره واثنين وثلاثه. انا اول مره جاي هنا وانا جيت ميلان 3 مرات اهو من غير ما اعمل كده ولا اي حاجه، بس اسطوره لطيفه الناس كلها بتحب تعملها زي التماثيل اللي بنشوفها في كل حته الناس بتلمسها عشان تاخد منها الحظ كنوع من الافيه يعني او نكته او حاجه يعني الثقافه الشعبيه زي ما بيقولوا. وشفناها في براتسلافا، شفناها في بودابست، شفناها في كذا مكان. فانا دلوقتي هاخد دور لان الدنيا زحمه جدا، هاخد دور عشان الف لي لفه اخد الحظ من عند هذا الطور. تشوف الدنيا هيجي لنا حظ بقى ونيجي ميلان تاني ولا لا. ريدي؟ يا شويه حظ بقى، شويه حظ يا جماعه. واحده كمان. ولا على العظمه. ايه رايك في الاسطوره دي؟ هل تصدق في حاجه زي كده؟ اكتب لي في الكومنتات. ولو جيتوا ميلان هتعملوا كده زي ما الناس بتعمل ولا دي خرافات وخزعبلات ومش هتعملوا كده؟ ميلان ما شاء الله يا جماعه مليانه مصريين. مين دول يا عماد؟ الناس غلابه وبعطف عليهم. انت هتركب المترو تحس ان انت في مترو المرج، يعني اكتر من روما. انا رحت روما، لا ميلان برضو اكتر ما شاء الله من روما. كميه المصريين فظيعه. حاجه كمان عايزين نقولها، الجماعه الاسكندرانيه طبعا احنا ده جاليريا فيكتور عمانويل. في ميدان مشهور جدا في اسكندريه في سموحه اسمه ميدان فيكتور عمانويل، وده فيكتور عمانويل الثالث اللي هو انتهت على ايده الملكيه. ده فيكتور عمانويل الثاني اللي اسس مملكه ايطاليا، واللي جه اسكندريه منفي هو فيكتور عمانويل الثالث، وجه منفي في اسكندريه وملك فاروق رحب بيه ويتسمى على اسمه. واحد من اشهر الميادين في اسكندريه في سموحه. نطلع على الدومو دي ميلان ونشوف ايه قصتها. ايه ده؟ انا فهمت الناس بتتكلم بقى على الدومو بتاعت ميلان دي كده ليه؟ هي كبيره جدا، انتوا شايفينها صغيره قد ايه وهي كبيره قد ايه؟ انا باعد الكاميرا على الاخر، يا جماعه ده. طب زي ما انتوا شايفين ورايا كده دي الدومو دي ميلان، ودومو معناها بيت او بيت الرب، فعشان كده بالايطاليه الكنائس الكبيره اسمها دومو لان هي بالنسبه لهم بيت الرب. فدي 5 اكبر كاتدرائيه في العالم، 3 اكبر كاتدرائيه في اوروبا. التماثيل اللي فيها يا جماعه والروف، كميه تماثيل ومجهود اتبذل في هذه الكاتدرائيه. اتبنت في 600 سنه. دخول الكاتدرائيه بس ب 11 يورو، بس انت اهم حاجه ان انت تطلع الروف. فالتيكت اللي فيها الروف سواء سلالم او بالاسانسير، لو بالسلالم ب 22 دولار، لو بالاسانسير ب 26 دولار. انا هطلع بالسلالم طبعا عشان على قدي، ولازم تحجز، وبتحجز تايم سلوت معين وقبلها بربع ساعه تروح تقف في الطابور بتاع التايم سلوت. يلا بينا نخش ناخد جوله في الدومو بالتيكت اللي ب 22 يورو اللي احنا دفعناها. انا في العادي ما بدفعش، بس دي اشهر حاجه. مش عارف ليه تخيلت ان هيبقى في طابور وانت طالع الروف بتاع الدومو، والمواعيد محجوزه، مفيش الا ميعاد واحد اللي كان فاضي، مفيش اي طابور، مفيش اي حد، يعني 3-4 من الناس، فواضح ان هي فاضيه. معرفش ده انا مرزق ولا هي الدومو على طول كده. والحمد لله سالتها كام خطوه عشان انا ملسوع انا من ابراج الكنايس دي. لا الروف توب 250 سلمه بس، فدي بالنسبه لنا طبعا حاجه بسيطه. اللي عارف طبعا يا جماعه انا طلعت سلالم اكتر من انا موتات احلى من دي بكتير. وصلنا يا جماعه والفيوهات فظيعه. وبعدين انت بتاخد لوك بقى قريب على التماثيل، يعني بص تشوف بقى التماثيل نفسها اللي انت بتشوفها من تحت كتير قوي دي، بتشوفها فعلا من هنا. واو، بص الفيو، كل بقى التماثيل دي اللي انت بتشوفها من تحت. تمشي شويه بقى في سلالم بتطلعك فوق تاني، فعايزين نعرف بقى ايه. شايف الناس بتطلع، سوري، نطلع بقى فوق تاني نشوف ايه الدنيا، ايه اللي بيحصل فوق. بس زحمه يعني، ما طلعت فوق لقيت زحمه، مع ان تحت ما كانش زحمه، بيطلعوا الناس على طول. حتى هذه اللحظه
لا تبرر ال 22 يورو اللي احنا دفعناهم الصراحه، مش قد كده. حلوه وكل حاجه، بس مش ما تبررش ال 22 يورو. او انا ماليش في الفن قوي الصراحه، انا برضو مش من محبين وهواة الفن، ولكن يعني خلينا ما نشوف بقى، نخش الكنيسه من جوه ونشوف بقى الكنيسه من جوه هل تستاهل، هل حلوه قوي فعلا ولا كده، واقول لكم في اخر الفيديو ايه، هل تدفع وتيجي ولا كتير عليها ما تجيش المشوار ده. بس اخد نفس واحد شويه عشان راجل داخل على 40 خلاص، وصحتي ما عادتش تجيب هذا المجهود الرهيب اللي احنا بنعمله. كان في لايكات وسبسكرايبز وشغل والدنيا حلوه، كان زمان تحفزنا اكتر وبذلنا مجهود اكتر. بيشاركوا على التيكت هنا تاني، لان في تيكت بس للروف ب 15 يورو. لا 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 لا، ضخمه. دي اكبر كاتدرائيه انا دخلتها في حياتي. لا اكبر حتى من بتاعه اسمها ايه، من بتاع كولون بكتير، وفيها لوحات يا جماعه فظيعه كبيره جدا. بص هديكوا لفه دلوقتي. ضخمه ازاي القاعه بالحجم ده وبالطول ده، انت في بهو فظيع. لا لا يا جماعه بص، دي كبيره جدا والعلو رهيب والعواميد. انا مش عارف دي اتبنت ازاي من الزمن ده، يعني بنوها ازاي من الزمن ده. انا شايف ان هي من جوه احلى بكتير من بره ومن الروف وكده، وتستحق فعلا الزياره من جوه اللي هو ب 11 يورو. فانت ممكن ما تطلعش الروف لو انت بادجت فريندلي عادي، يعني ادفع يا باشا ال 22. يعني انا لا اندم على هذه الزياره، لا بصراحه. يعني الروف مش قد كده بس برضه مش وحش، يعني فاهمني. فانا لا اندم ان انا دفعت 22 يورو عشان اخش الدومو دي ميلان. تحفه تحفه. انا ما دخلتش بتاعت فلورنس، انا دخلت طبعا الفاتيكان، احلى طبعا اكيد. بصوا يا جماعه الازاز اللي ورايا ملون عامل ازاي، بجد رهيب رهيب. المدهش يا جماعه في لوحه العشاء الاخير لدافنشي اللي احنا قلنا بتتحجز عشان تروحها في الكنيسه من قبلها بكتير، انها مرسومه في غرفه الطعام في الكنيسه. يعني دي لوحه العشاء الاخير محطوطه، شوف في مكان ايه، في اوضه الاكل في البوفيه. فواضح ان هي ما كانتش تبدو ان هي بالاهميه دي، وهي بعد كده بقت بالاهميه دي. وسبحان الله في ظرف من فاهم، يعني لوحه العشاء الاخير في اوضه الطعام، هو عشان الناس وهي بتاكل تفتكر يعني. فبس هل كانوا يعرفوا ان هيبقى لها الاهميه دي؟ كل العمدان فوق، كل العمدان فيها تماثيل فوق خالص. ده مجهود فظيع 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 الصراحه يعني. شوف بقى هنروح فين اللي بعده. وصلت الباستا اللي بالجمبري الليمون والريحان. الريحه مش عايز اقول لكم، يعني مش عايز اقول لكم يعني. وايه 4 جمبريات بالعدد، بس حجم حلو يعني. فندوق كده بسم الله. باستا جمبري
ولا كلمه والله بامانه. باستا بالظبط، جمبري مطبوخ يعني بالملي، فظيع. الحلوه دي ب 13 يورو. تمام، راح اكمل اكل وبعدين هنروح ايه، نشوف هنروح فين. غالبا هنروح اقبح مبنى في العالم هنا في عاصمه الموضه. خليك معانا. المبنى الطويل اللي ورايا ده قد يكون مش مبنى سياحي ومحدش شافه قبل كده ومحدش جه هنا قبل كده. ده اقبح مبنى في العالم حسب بعض التصنيفات، اسمه توري فيلاسكا او فيلاسكا تاور. زي ما انتم شايفين مبنى كده طويل وفوقيه الحته اللي فوق عامله شبه المشروم، فعشان كده بيسموه مشروم لايك بيلدينج. والمبنى ده من فتره الحداثه من الخمسينات والستينات بنته شركه اسمها BBPR، وبيصنف انه اوحش مبنى في العالم. ناس كتير ما بتجيش هنا، انا شفته وانا في الدومو في الروف، فقلت ايه المبنى ده شكله وحش قوي ومش متناسق مع المدينه. عشان كده هو في رايي اوحش مبنى في العالم، لانه مش متناسق مع السيتي سنتر بتاعه ميلان وجمالها والدومو والجاليريا والدنيا الحلوه. هذا المبنى الوحش، حتى ما فيش زاويه تصوير عدله. المبنى محاط بمباني انا مش عارف اصوره زاويه تصوير كويسه. فقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، هل ده فعلا اقبح مبنى ممكن تشوفوه في حياتكم ولا شفتوا مباني اقبح من كده؟ نشوف هنعمل ايه بعد كده في يومنا في ميلان. وانا بدات اتعب ويومنا ابتدى يخلص عشان انا بدات افيص خلاص. قبل ما نشوف هنروح فين نحلي بقى، ما احنا كلنا بقى وشفنا اقبح مبنى في العالم نحلي. فهنيجي عند امورينو، طبعا اغلى ايس كريم في العالم، يعني ناكل كوبايه ايس كريم دلوقتي اغلى واحده في العالم. فين؟ في الجاليريه، اغلى مكان في العالم يعني. فاحنا هنفرتك بقى، هو سعره زي بره، هو كده كده امورينو اغلى ايس كريم في العالم واحلى ايس كريم في العالم. فيلا بينا نشوف. انا اكلت فيه طبعا قبل كده مش وناس كتير عارفاه يعني. فناكل واحده كده ايه ايس كريم نطري، جو حر جدا. الجريمه الكامله، هذه البتاعه من امورينو سيجنيتشر مكروم بالايس كريم فراوله، والايس كريم مانجا ولايم بازيليكو اللي هو ليمون وريحان وفستق. جريمه كامله. كام بقى بتاع دي؟ ب 8 يورو. والله كتير، بس يلا. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. والله عايز اعيط. اللايم بازيليكو ده بقى اللي هو الليمون وريحان ده فاختراع، ده اختراع بجد. انا هروح اكمل بقى الهبل ده ونشوف هنروح فين بعدين. معلم اخر من معالم ميلان وهو اللي واضح ورايا ده، السفريسيسكو كاسل. يا رب اكون بقولها صح، يا لو بنطقها غلط قولوا لي في الكومنتات بنطقها غلط عادي. وهي قلعه كبيره كبيره شاسعه قدامها نافوره كده حلوه، ودخولها ب 6 يورو، وهي فيها مجموعه متاحف ولطيفه وكده. انا طبعا خلاص باور بيو بتنزل، فانا مش هقدر اخش بقى والف وبتاع، مش انا بالنسبه لي اوت يعني. هي مش اعظم حاجه، بس لو انت هنا في ميلان ومعاك وقت وبتاع روح يا باشا السفريسيسكو كاسل دي واتفرج وشوف الدنيا فيها ايه. لكن انا بالنسبه لي لا يعني مش هخش الصراحه، لان كمان كبيره قوي وهتلف فيها كتير. فانا هنطلق الى مكان اخر وهو من المعالم المشهوره جدا 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 في ميلان، وهتكون اخر محطه بقى اقعد فيها، ممكن اشرب حاجه اتمشى شويه بتاع، وبعدين ارجع بقى خالص لان انا ما فيش خالص طاقه، انتهت. المحطه الاخيره في هذه الجوله في ميلان وهي القنوات. والقنوات هنا قناه اسمها نافيجلي، او المنطقه يعني اسمها نافيجلي اللي فيها قنوات هنا. تحس ان هي يعني ايه امستردام المقلده، لما امك تعمل لك امستردام في البيت. ويعني ايه طبعا بعد ما انت تروح فينيس وتروح امستردام تروح ستوكهولم وتروح بعديهم بقى ناين هيفن في الدنمارك، ناين هيفن. فقد تبدو ليك يعني للوهله الاولى لو انت انسان عادي يعني جديد اول مره تسافر وكده، هيبدو ليك هذا الفيو جميل والبيوت الحلوه اللي على القناه والمطاعم الجميله اللي على القناه والقوارب وكده. ولكن للاسف
لا هي دي بقى مشكله لما تكون بقى ايه مسافر هارد كور، فرحت كل الاماكن الجامده قوي، فما بقتش بتنبهر بالاماكن اللي هي نص نص. فده كده ايه اللي هي المنطقه اللي فيها القنوات في ميلان، ومطاعم هنا في اليمين والشمال خلاص، اللي هي ايه نافيجلي. لطيفه وتمشيها لطيفه وكده لو انت في ميلان، والمطاعم هنا حلوه فلو هتاكل او كده، ولكن يعني متواضعه. فهذه هي نهايه جولتنا في ميلان، نرجو انها تكون عجبتكم. وفي حاجات كتير اكيد تتزار في ميلان وحاجات تتعمل وكده، بس انا يوم واحد يعني في رحلتنا. هنطلع من هنا بقى على هي اصغر واغنى بلد في العالم. الفيديو بتاعها نزل على اليوتيوب، اتفرجوا عليه. يا رب يعجبكم، وشيروا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وفولو على انستجرام وفيسبوك تيك توك، واشوفكم على سفر باذن الله.